أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام. الزبير يعني يصدق أن يطلق عليه مليونير الصحابة، كان مليونير، كان عنده 1000 عبد، كل عبد يأتي له بخراج يوميا درهم، 1000 يوميا يدخل إلى خزينته، وزد على ذلك عنده من الخيل وعنده من الدور. رآها النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالنوى على رأسها من مسافة أميال تأتي بها فتطحنها وكذا لتطعم خيل الزبير، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحملها، فتقول تذكرت غيرة الزبير. النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الزبير واستدعاه وقال له ما تخاف الله مثلا، لماذا لا تضع خادم لزوجتك أسماء مثلا بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها؟ ما قال له هذا الكلام، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحال والوضع. هذا دور المرأة بما تستطيع، كما قالت المرأة يا رسول الله لا آلوه إلا ما عجزت عنه، تضرب أميال مشي على قدميها. ولذلك المرأة إذا أرادت أن تتلذذ وتتنعم وتشعر بطعم الإيمان تقوم بدورها الحقيقي الذي كلفها الله عز وجل إياه في بيته، وهذه نعمة. ولا تقول والله أنا ما هو دوري، هذا أعظم دور تقومين فيه، وستجدين ذلك عند الله عز وجل جزاء موفورا، درجات عالية بإذن الله جل وعلا.